زياد درويش مساعد مدرب فريق الهلال الرياضي. كابتن زياد، نسألك عن آخر استعدادات الفريق لدورة الفاو وجاهزية اللاعبين ومدى الجاهزية اللي أنتم عادين لهذه البطولة. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الجاهزية طيبة إن شاء الله. نتمنى أن يكون الفريق جاهز لمباراة بكرة. طبعا احنا الجهاز الفني اشتغلنا على الفريق خلال الفترة الماضية لاستعداد البطولة هذه. يعني اللي ملاحظين من الشباب انهم يعني استعداديا زينين الشباب، بالنسبة بعد نفس الشيء للياقة البدنية زينة وما عليها باس، بس محتاجين بعضهم قليلا من العمل، لأن الوقت صراحة ما كفى. لأن احنا الشغل اللي اشتغلناه خلال هذه الفترة، وتعرف في بعض التوقفات صارت خلال الفترة الماضية شوية قللت من العامل البدني، بس إن شاء الله الفريق يبشر بالخير إن شاء الله خلال المباراة الأولى. إن شاء الله. كابتن زياد، هل موجود إصابات عندكم بالفريق؟ أي لاعبين ما موجودين؟ ممكن نعرف هذه الأشياء إذا كانت موجودة عندكم. والله حسب علمي ما توجد عندنا إصابات، جميع اللاعبين متوفرين وجاهزين للمباراة باكر إن شاء الله. بس إن شاء الله نتمنى يعني ينتهي هذا التمرين على خير وما يكون يعني في إصابات تحصل، ونتمنى يعني الشباب يحافظون على أنفسهم اليوم على أساس أن تكون مباراة باكر الجميع يكون الجاهزية التامة. أهمية دورة الفاو بالنسبة لكم أنتم كجهاز فني؟ والله نحن كل الدوريات نعتبرها مهمة، سواء دورة الفاو أو